شخصيتي ما تقدر توثقها، لا تشغل أفكارك ولا ترهقها. يا سيف أنا والله مدري لكن بعطيك فكرة عقبها نسقها. شخصيتي فيها كذا شخصية، أشكال منكرها ولا حققها. عالم من الفوضى، تنام وتصحى عقله وشرسه، والصلف لاحقها. فيها بصامية وعقدة مرضى، تنادق العفريت وينادقها. وفيها من محمد شفيع الأمة في ضبط مشطول البشر واحمقها. تنصح وترشد وإن عطت ما تاخذ، تقول لأمه في طرف عاتقها. متناقضة متنافرة لكنها متعنصرة ما تقدر تفرقها. أحيان أحس إني خجول وهادي منحاز، وإذني للخلايق صقها، وأدور العزلة تقول مجنة. لمحات عينه في البشر يسرقها، ويضيق صدري وتدغرق عيني بدنات كلمة من بزر ينطقها. وأحيان ما عندي من أطلق لحية أخطر عبارة أنفلت واطلقها، واطمر عليها واتعلبش بيده، واحرق ضماير والعيون أخزقها، وثوم واحرق بيت رزقي بيدي حتى تفاتت القصيد أحرقها. ما ودي أكمل وأورد نفسي على بحور الوسوسة وأغرقها. طراه يوم قلت لي يا محمد شخصيتك ما نقدر نوثقها. لا شك عندي فلسفة راقتي جايز توافقني على منطقها. من عادة الشاعر يغيب ويبدي، وشخصيته تملها وتلحقها. كلمة تجيه تحطمها نفسيا، وكلمة تجيه أحلامه تحققها. حساس متأثر ويقدر يشرح حالات لا صارت ولا وافقها. هو الوحيد اللي غروره يقبل مهما افتخر في نفسه وزبرقها، وهو الوحيد اللي اليوم مكذب تمشي له الكذبات وتصدقها.